السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوى رسالة إلى وهبي. أنا الآن بغيت واختاريت أنني نوجه لك هذه الرسالة من أحد أفقر الأماكن بمدينة الدار البيضاء. هذا الحي هذا اللي صراحة أنا عندي اليقين بأن في حالك أنت ما كانوش يقدروا يدوزوا على رجليهم من هذه البليصة هذه، لأن موطن الرجال، وإلا ما كنتيش راجل ديال بصح ما كنتيش تقدر تدوز هنا، وما كنتيش تقدر تقرا هنايا، وما كنتيش تقدر تعيش هنايا. كاريان سونترال اللي خرج قضاة، وكلاء ملك، باشوات، قياد، شخصيات عامة وشخصيات كبيرة ورجال أمن كنفتخروا بهم كأنهم من ولاد الشعب ومن هذه المنطقة هذه. وخرج كذلك نوابغ إلا كتسمع بالحي المحمدي اللي كتدور به منطقة دار الامان، درب السعد، در مولاي الشريف، الباطيمات، بلوك كاستور. ناس شخصيات كبيرة خرجت من هنا. هنا فين قريت انايا في هذه المدرسه ديال عثمان بن عفان، وهنا كاينه الساكه الصفراء اللي معمر في حالك غادي يكون تسمع عليها. اسمع وهبي، كنوجه لك هذه الرساله بلسان ولاد الشعب، بلسان ولاد الحي المحمدي، وبلسان الاحرار. كنقول لك بانه ماشي ضروري ان باك يكون لاباس عليه باش تكون شي حاجه، خاصه في هذا الوقت ديالكم انتوما. كنبغي نقول لك بان الخيريه وخرجات رجالات كنفتخروا بهم كمغاربه، بدون ام وبدون اب راهم وكلاء ملك ومحامين وقضاة وشخصيات كبيره. كيف ما قلت لك كنفتخروا بهم. انا كنفضل ان راجل بحالك انت قرا ولده في اوروبا وخدم ولده وجوج ولده، كنفضل انه ياخذ المراه يجوجها لي حامله ولا والده، لانه بالنسبه لي انا ماشي راجل. الرجال هما اللي كيبداو من الصفر وكيعتمدوا على ريوسهم وكيصنعوا ريوسهم بريوسهم. صفحه الفرشه اللي تكلمتي عليها وهبي، اسمع والله العظيم الا كنتعجب من واحد النقطه قبل ما نتكلم على صفحه الفرشه، ان في حالك، ولكن صراحه قال رئيس الحكومه السابق، قال لك مني وليت انا رئيس حكومه السيد العثماني المحترم، قال بانني مني وليت انا رئيس حكومه اي حاجه ممكن. فانا كنتعجب انك انت وزير عدل اليوم في المملكه المغربيه اللي فيها شخصيات كنفتخروا بها، منهم بوريطه، منهم عمر هلال، منهم مدير الامن، منهم شخصيات اللي صراحه خرجوا من وسط ولاد الشعب وكونوا ريوسهم بريوسهم ووصلوا لذاك الشيء اللي وصلوا ليه. فغادي نرجع للنقطة المهمة، هي ديال صفحة الفرشة اللي قلتي بأنك ستقاضيها وغادي دير واحد مذكرة بحث دولية. اسمع، المملكة المغربية هي دولة ديمقراطية، لنا الحق في الانتقاد. ولا كتظن بأن هاد القوانين اللي برك كتحط فيها باش تحمي راسك وتحمي امثالك وتحمي ولادك انها غادا توقفنا، راك ما كتعرفش شكون هما ولاد الشعب. حنا راه تزادينا ما كنخمو حتى شي حاجه وما كتهمنا حتى شي حاجه. اللي كيهمنا هو اننا نلقاو الله عز وجل رجال، واننا درنا واحد الحاجه اللي نفتخروا بها قدام الله سبحانه وتعالى. فإلا كنتي انت كتظن بان بهذيك القوانين غادي تقمع ولاد الشعب، راه كون على يقين بان هذا الشيء ما عمره غادي يكون ليكم، لان هذه الارض هذه كتولد دائما رجال. كيف ما كتولد بعض المخنثين وبعض اشباه الرجال وبعض من الخونه، فكتولد دائما الرجال هذه الارض هذه. صفحه الفرشه هي صفحه تمثلني وتمثل كل المغاربه الاحرار. فضحات بواحد العدد كبير من الملفات ديال الفساد، فضحات واحد العدد كبير من الفاسدين، فضحات ملفات ولعل اخرها هذا الملف اللي داير واحد وصل الجزيره ديال الملف ديال المحامين. عيب وعار انه ولا بغيتي تولي محامي في عهد وهبي انه خاص يكون باك شي حاجه او يكون وزير، وممكن ديك الساعه ان العائله كلها تولي محامين. اسمعوا وهبي، الرساله الاخيره من واحد من ولاد الشعب واحد ابناء الحي المحمدي اللي كنفتخر انني ابن الحي المحمدي، لاننا هنا كبرنا في المغرب الصغير، المغرب كله عشناه هنا. واش في راسك بانني انا هنا ملي كنت كنقرا كنا ما بين 12 و2 ما كنمشيوش لديورنا، كندخلوا لاي براكه ساكنين في عائله فقيره ديال صحابنا وكنتغداو، وكاين البركه، الله سبحانه وتعالى كيطرح البركه وكنرجعوا للمدرسه. هادشي ما عشتوش نتوما، ما يمكنش غادي تكونوا عشتوه، وكون عشتوه غادي تحسوا
يعني تحسوا بولاد الشعب، ولكن كيبان لي بانكم انتم ما كتحسوش بنا نهائيا. الرساله الاخيره لك بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اذا ولت الامور لغير اهلها فانتظر الساعه. انا ما كنتعجبش للوقاحه وما كنتعجبش للطريقه باش باش كتوجه الرسائل للمغاربه والعشرفه ديالك. بالعكس انا كنتعجب ان في حالك باقي وزير عدل. كنتمناو انه يكون شي تدخل، لانك اسأت الى المملكه المغربيه اللي نجحات دبلوماسيا ونجحات رياضيا ونجحات امنيا، وللاسف الشديد تفشل بسبب امثالك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وكنتمنى يكون شي تدخل لانصاف ابناء الشعب المغربي في هذه الاثمنه ديال المحروقات اللي كتعرف ازدياد امام انخفاض في السوق العالميه. عاشت المملكه المغربيه ملكا وشعبا، وعاش الشرفاء ولا عاش الخونه. تحيه كبيره لكم.